السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة ابتهال الإبداع. اليوم راح نقدم لكم نوع آخر تاع الثلاجة. أولا غطاء الثلاجة وثم السليلات لتزيين باب الثلاجة. أنا هذا درته على ثلاجة يعني المقاس تاعها صغير هكذا، الجهة هذه هذو ورود، هذا دونتيل شريته على حساب الورود هذه. هذا تاع نيلون، هذا تاع الناب نحيتهم. وهنا في الاسفل كي قطعت مقص بالمقص درتهم هكا يعني رقاق، ما حبيتش نعرضهم. وهذو زينت بيهم على حساب ذا وعلى حساب الحاشيه هذه درت هنا وهنا. هنا في الخلف كذلك، هنا في الجهه الثانيه نفسها الجهه هاك وهذه هاك. ثاني الورود هنايا هذو منحين من واحد العناق، درت هنا الدونتيل زينت بهذا ودرت هذا، يعني درتهم رقاق ما حبيتش نعرضهم. على زوج جوايه كي تحطي هكا فوق الثلاجه. انا درت تحت ثلاجه صغيره، تيلا عندك يعني ثلاجه كبيره طولي في الطول. هذا اللي وريتكم تاع الثلاجه. درك نوريكم السليلات اللي نزينوا بهم باب الثلاجه. فقط هنا ما تكونش مثلا نفس الورود. نجي مثلا هكذا، هاي الورود اللي زينت بيها هذه، كاين ورود كبيره ورود صغيره، يعني منحيتو من واحد العناب هذو ها مثلا صغار. انتي اي ناب فيها ورود نحيهم ومقصيهم بالمقص ولصقي. عندي هذه العناب تاع الصينيه. انا عندي قديمه تقدري تنحي الورود اللي فيها، تحبي حتى الاوراق يعني هكا نحيتهم بالمقص وتلصقي في تاع الغطاء، او ديري ورود اخرى. انا كشغل هذا راه قديم نحيتلو هذا باه نوريلكم. موش شرط هذا الورود نستعملوها، نديرو مثلا هذو وتشوفوا يعني الدونتيل واش يناسبو وديروا الحاشيه ثاني. هذه يعني كل واحد كيف يخدمها تاع الغطاء. هذا درتو يعني على اللون الاخضر. عندنا واحد السليلات وراهم في الصوره، راهم واضحين في الصوره، يعني نفس الحاشيه هذو تاع التزيين نفسهم، نفس الالوان. هذا السلك وسيت عليه ثاني كين شريط الساتان، لصقت هذو من الخلف بيلصقوا في الباب. تزيين بسيط ماهوش. وهنا اغلقت هذا الدائره نشوفوا به خدمتهم هذو. دوك نعطيكم الطريقه تاع هذا. بالنسبه للغطاء هذا كل وحده كيف تخدموه، كل وحده كيف تزينوا. فقط يعني هذا يلائم مع هذاك، يجي ملائم في هذو في الحاشيه وفي هذا التزيين. وزدت له انا ذاك الدونتيل هذا نتاع ورق الطبخ. هذا شوفوا ابيض وهذا اللون تاعو مش كيف. المهم ما يهمناش اللون. كي يكمل لك الكارط هذاك تاع ورق الطبخ تخدميه يكمل، انتي هذو ما ترميهمش، تخدمي بهم هذا السليلات الصغار خدميهم هذا. عندنا هنا الطول تاعو 5.5 سنتيمتر، يعني كاتبه تعبري هكذا، تعبري بالمسطره 5.5 سنتيمتر. هو يعني يكون طوليه بزاف ما يجيش شباب، ممكن تنقصي شويه ما يهمش، ولكن طولي بزاف ما يجيش السله شابه. انا درت 5.5 سنتيمتر بالطول. القطر تاعها هذا فيه 3 سنتيمتر، يعني موش عريض بزاف، توالم السليله صغيره. هذا 3 سنتيمتر والطول 5.5 سنتيمتر. انا كي نشد هذا نحسب بالمسطره 5.5 سنتيمتر، ندير مثلا بالقلم
قلم ازرق هكا دائره، وبعد استعملي هذا اللي تقطعي به. يعني بالمقص ما نقدروش لخاطرش هذا متين، بالكيتور هذا تقطعي دائره هكذا. والاخرين ثاني ديري هكذا تعبري وتوسي بالقلم الازرق ولا قلم رصاص وتوسي بها تقطعي، ومن بعد تبداي تخدمي فيه. اذا نبدا. هذا نكون خلاص يعني مقصته بالهذا بدل المقص المسنن. هنا ما تعرضيش كي تقطعي، ما تعرضيش ديريهم يعني الشرائط يكونوا رقاق ماهمش عرض بزاف. هذه حنا كي نعملوها قبل ما ندوروها هكذا بالبيستولي. اول حاجه هذه لازم نبلعوها، هذه نبلعوها. عندي هذا هو يجي ليها، ومن بعد النقص ديري هكذا بقلم دائره تمقصيها يعني موجدتها. هاي هنا نلصقها هكا بالبيستولي. هذا يعني يجي للاسفل. انا هذا الزائد نقصوه نحوه، هذا الزائد هكذا بلعناه. عندي هذا القطع نكون قطعتهم من قبل وجدتهم. كي نبدا نغلفها ما نبداش نبدا هنا ومن بعد نطلع وحده. علاه؟ به ما نقدرش يعني ما نقدرش نلصقها للفوق ومن بعد نهبط لتحت. نبدا لتحت هنا هكذا بالبيستولي لصقيها. هذا يعني الدور الاول. نطلع الدور الثاني. نبدا من كيما بديت الاولى، طلعت له بنغطيها. وهذا الزائد درك نقصوه ما نخلوش هكذا. نحي هذا اللي راه زائد، هذا الزياده هذه نقصها. هاو كي شغل هذاك الكرتونه تغطى من موش باين، تكون فيه زوج طبقات، فيه وحده وفيه الثانيه كيما تشوفوا. هذه راهي امامكم دايره هنا فيها ورطاني موجدتها. تلصقيها غير بالبيستولي تلصق. هذا ما خلاش هكذا، شوفي دير هكا كي شغل تبعد. انا حبيتهم هكذا. ديري هنا شويه بالبيستولي ما تكثريش في هذا الشريط الساتان. تلصقيه هنا ونزيد هذه هكذا هكذا باش تلصق تجيني كيماتي. يعني شويه طويله هنا نزيدو نقصو لها معليش. عندي هذا نزينو به. هذا يتباع بالمترا. انا ندير فيهم 4، كل وحده فيها 4، زوج في الامام وزوج في الخلف. او عندي هنا زوج وهنا زوج كيما نشوفوا. هذه زوج في الامام وزوج في الخلف، ومن بعد نلصقوا هذه وين يلصق في باب الثلاجه. وتبقى لنا هذه اليد درك نديروها. هذا كي تلصقيه بالبيستولي مباشره هنا راه يطير ما يلصقش في هذا في السكاي. هذا ندير هذه قطعه قماش. شد هذا القطعه، اي قطعه واي لونه. شد هذا القطعه ندير مثلا غير هكذا حاجه يعني صغيره مش كبيره. ندير هنا بالبيستولي في هذه، هي ما تلصقش في السكاي مباشره. وندير هذيك القطعه تاع القماش هنا. انا هذا على درتها بيلصق لي في السكاي باه ما يطيرش.
الا لصقتيه مباشره راه يطير، ما يبقاش يعني شاد مليح. هنا كي نشوفوا اني دايره هنا زوج في الامام وزوج في الخلف، فقط كي تلصقيه كي شغل يتقابلوا، هادو يقابلوا ذو وهادو يقابلوا هادو هكذا، كي ديري من قابليهم من. اذا نشوف في الخلف كي شغل خاصني شويه باه نبلعها باه ما تبانش، باه ما يبانش هذا. انا زدت هكذا باش نغطي هذا. اني دايره هنا القاعده، يعني هادو خدمتهم، لصق هنا وبعد نطلع الفوق، لصق ذي، نزيد هادو 4، هذه مقابله هذه. نجي هنا عندي اليد تاعها، هذه هي اليد، هذا تاع اللي يصنعوا به الورود، راني خادمه منه قبل. هذا يتباع، يجي هو هكذا، يجوا كاملين، يجوا بزاف معاه. نحي زوج اثنيهم هكذا، اثنيهم كامل، لازم يكونوا متساويين اثنيهم. بعد زيدي اثنين، ومن بعد نزيد اثنين، وتلويهم. كي تلوي تغلفي بالحاشية على حساب دي، بشريط الساطع على حساب هذه. كي تغلفيها ديري هذا الوردة ولصقي منه من، هاو منا راه باين، هاو الداخل هنا على هنا وهنا. ما تهبطيش اليد حتى لتحت، ما تقدريش تقبضيها، اليهن الفوق شويه وتلصقي بالبيستول كيما هذه. هاي هنا لاصقه من ومن. وهذا الورده تلويه مليح وتغلفيها، يعني خدمتها غلفتها ولصقت هذه ماشي للفوق هنا باش تجي مقابله كي ديري هكذا، وتلصقيها بالبيستول للداخل هكذا. نهبطو احنا شويه، تجيك هكذا، ومن بعد لصقيه في الخلف، تلصقيه وين تلصق تاع الثلاجه. هذا هو الذكير اللي تلصقوه. هذا قلت لكم تاع اللي تشروه من المكتبه، ينشرى هكذا. هذا الصغير، وكاين الكبير، انا دايره هنايا كبير. هذا الصغير ها يعني منحيه منه، تنحي هكذا. ها وين الذكير هنا، تنحيه بالموس ولا باي حاجه، تتنحى تبقى هذه تلصقيها. هذه صغيره، وكاين اللي كبار عليه. انا درتو كبار كملوا لي، شريت هذا الصغير. هي هكذا تنشرى من المكتبات، اللي تحب تخدم تشريهم فيها 2 4 6 8 فيها 10 تي وحده يعني تكفيك. هاني وريتها لكم كيفاش دايره، كيفاش تجي دايره. تنحيها بالموس هذه وتلصقيها بالبيستول كيما هذا. كي نجي هنا مثلا ديري هنايا في الخلف، لصقيها ودرتي الاخر، والله يعني مش صعيبه. سهله سهله سهله. المهم اظن فهمتوا هاد السيلات كيفاش تخدموهم، جربوهم ان شاء الله، ونتمنى نتلاقوا في فيديو واحد اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.